شكل فضاء لحوار مفتوح التعددي والمتنوع بين مختلف الاطراف المعنيه بحقوق الانسان التي اتت مما يزيد عن 94 دوله من العالم. اذا الفضاء الذاتي كان عنده هذه الميزه، وميزه التبادل، ميزه الانفتاح، ميزه تبادل التجارب وتبادل الممارسات الكبرى في مجال حقوق الانسان، بالاضافه الى التفكير العميق في قضايا الناشئه في مجال حقوق الانسان كقضايا المقاولات وحقوق الانسان، قضايا التكنولوجيات الحديثه وحقوق الانسان، الارهاب وحقوق الانسان، وقضايا لا زالت اشكاليه منذ المؤتمر ديالنا لسنه 1993 كقضايا الارهاب كمساله التمييز ضد الاشخاص في وضعيه البشاشه كالاطفال كالمراه. وتميز هذا المنتدى بطبيعه الحال لان الشعار الكبير كان هو المناصفه وحقوق الانسان، وذلك ينطلق من وعي كبير على اعلى مستوى بان المراه المساواه والمناصفه ينبغي ان تصبح انشغالا رئيسيا للنهوض باوضاعها ومواجهه كافه التحديات خاصه المتعلقه بالتمييز والعنف ومعرفه المراه وضد الاطفال. بل ينبغي التذكير ان اكثر ما تميزت به فعاليات هذا المنتدى هي الرساله الملكيه التي تليت في الجلسه الافتتاحيه لاشغال هذا المنتدى، والتي تشكل بحق خارطه طريق لحقوق الانسان عبر العالم، والتي سيسجل ما بعد 27 يعني مسارا اخر انطلاقا من هذه خارطه الطريق وتعتبر ايضا فلسفه، لان اولا ركزت على ان الكونيه هي تنبني على التعدديه وعلى التنوع. ثانيا انها ردت الاعتبار لدول الجنوب وخاصه افريقيا لكي تصبح فاعلا حقيقيا في مجال حقوق الانسان، وان لا تبقى مستهلكه وموضوع تقارير في مجال حقوق الانسان. ثم انها بطبيعه الحال وضعت هذا اللقاء المنتدى في الافق القريب له، وهو تكييف اهداف الامنيه التنميه في سنه 2015 وتقييم حصيله بيجين زائد 20 حول حقوق المراه، وايضا مساله طالبت بحكامه دوليه جديده في مجال الهجره وتدبير تدفقات البشر عبر هذا الكوكب الذي نعيش فيه. ايضا فعاليات المنتدى